السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاني إعدادي، التعبير الرمزي للدالة، الدرس الثالث. هنا لما أجي أقول لك مثلا الدالة f من x إلى y، ده معناه إيه؟ إن y تساوي fx، y تساوي fx. خد بالك الx هنا دي اسمها المجال، الواي دي اسمها المجال المصاحب. طيب نيجي نبص هنا، y تساوي fx دي اسمها قاعدة الدالة، قاعدة الدالة. طيب ايه اهم نقطة لازم نعرفها في الدرس ده، وهي اهم نقطة وقد تكون النقطة الوحيدة كمان؟ لو مثلا جه قلت لك اف اكس تساوي اكس زائد 2، طيب لو جه قال لك اكس تساوي 1، يبقى نعمل ايه؟ يبقى تعوض بواحد مكان الاكس، يعني هتشيل الاكس دي وتحط مكانها واحد كده، وتقول 1 زائد 2 يساوي 3. طيب لو جه قال لك اف اكس بيساوي 3، يبقى تشيل الاف اكس دي كلها، دي كده كلها، وتحط مكانها 3. يعني هتقول كده مثلا اهي، احنا هنشيلها، احنا قلنا اف اكس ب3، يبقى شيل دي كده كلها وتكتب 3 بتساوي، كمل بقى قاعدة الدالة اكس زائد 2 وتجيب قيمة الاكس عادي جدا. خد بالك الاكس دي اسمها المجال، طيب الاف اكس دي كلها اسمها المدى. طيب عشان تفهم الدرس ده اكتر وتحل عليه ايه بقى، نحل عليه مسائل احسن. عشان كده هنبدأ في حل المسائل على طول. مثلا اف اكس تساوي 3 ناقص 5 اكس، اوجد قيمة اف سالب 2. يعني هنا عايز قيمة الدالة عن سالب 2، سهلة جدا. كل اللي هعمله دي اللي هي اكس اهي، لو قارنت كده بص اف سالب 2 هي اف اكس، يعني كأن الاكس بتساوي سالب 2. يعني هعمل ايه ببساطة؟ شيل الاكس وحط مكانها سالب 2. هكتب كده اهو اف سالب 2 يساوي، نزل التلاتة، نزل الناقص، نزل الخمسة. طيب اكس، شيل الاكس وحط مكانها سالب 2، ده بيساوي، نزل التلاتة، سالب 5 في سالب 2، سالب في سالب بموجب، وخمسة في 2 ب10، يطلع 3 زائد 10 13. سؤال تاني، جيت قلت لك اف اكس تساوي اكس اس 2 زائد اكس زائد 1، وقلت لك اوجد قيمة اف 1 زائد اف سالب 1. طيب دي معناها ايه؟ افهم المعنى ترتاح. اف 1 دي معناها ان انا هشيل كل اكس في الدالة واحط مكانها 1. طب اف سالب 1 معناها هشيل كل اكس في الدالة واحط مكانها سالب 1. خلاص يبقى انا هكتب كده الاول اف 1 تساوي، تعالى بقى هنا اكس اس 2 تبقى 1 اس 2 زائد، هنا اكس حط مكانها 1 زائد 1، هنا يطلع كام؟ يطلع 3. طيب اف سالب 1 بيساوي سالب 1 أس 2، والإكس هنا سالب 1 زائد 1 يساوي، هنا دي هتطلع 1 لأن سالب 1 أس 2 بواحد، 1 ناقص 1 صفر يبقى 1. إذا اف 1 تساوي 3، اف سالب 1 تساوي 1. هو عايز إيه؟ اف 1 زائد اف سالب 1، نكتبها كده اهي، اف 1 زائد اف سالب 1 بيساوي 3 زائد 1 يساوي 4. درس سهل جدا وأفكاره كلها بسيطة، بس محتاج شغل منك انت، بس انت تحل كتير. مثلا جه قال اف اكس بتساوي 4 اكس زائد كي، وكانت اف 2 تساوي 15، اوجد قيمة كي. عايز اقول لك بقى ان الحتة دي لو فهمتها يبقى انت خلاص جبت الدرس كله. اف 2 تساوي 15 دي معناها ايه؟ ان انا هبص على قاعدة الدالة اللي هي دي، وهشيل الاكس واحط مكانها 2، وهساوي الناتج كله ب15. طيب هقولها بلهجة تاني أجمل شوية، أنا هشيل الاف اكس دي كلها كده وأحط مكانها 15، هشيل الاف اكس دي كلها وأحط مكانها 15، وهشيل الاكس وأحط مكانها 2. يبقى أنا هكتب كده أهو اف اكس شيلها واكتب مكانها 15. طب جبنا 15 دي منين؟ لأن هو قال لك اف 2
تساوي 15. يعني قيمة الدالة عند إكس ب2 تساوي 15. يعني اف إكس بتساوي 15. طيب بيساوي 4. الإكس هنشيلها وأحط مكانها 2 زائد كي. الاتنين دي جت منين؟ هو قال لك اهو F2، يبقى شيل الإكس وحط مكانها 2. طيب بيساوي 15، معناها شيل اف اكس وحط مكانها 15. طيب ده بيساوي 15 بيساوي 4 في 2 ب8 زائد كي. طيب نعمل ايه بعد كده؟ سهلة جدا. انا عايز الكي لوحدها، يبقى يخلص من كل الحدود اللي جنبها. مين اللي جنبها؟ جنبها 8، يروح الناحية التانية بإشارة مخالفة. يبقى انا كأني بقول كده 15 ناقص 8 يساوي كي. يبقى الناتج كي تساوي 15 ناقص 8 يطلع كام؟ 7. يبقى كي تساوي 7. سؤال تاني. اف اكس بتساوي اكس اس 2 ناقص 3 اكس، و اف اكس، وهنا المفروض جي اكس بس ده غلط في الكتابة، وجي اكس تساوي اكس ناقص 3. تاني، اف اكس تساوي اكس اس 2 ناقص 3 اكس، وجي اكس بتساوي اكس ناقص 3. المطلوب اوجد اف جذر 2 زائد 3 جي جذر 2. 2 اثبت ان اف 3 تساوي جي 3 تساوي 0. طيب نبدأ خطوة خطوة. تعال نشوف هو عايز ايه. المطلوب الأول هو عايز اف جذر 2، يبقى نكتب اف كده جذر 2. في حاجة عايز تفهمها هنا مهمة. هنا انت عندك دالتين، دالة اسمها اف ودالة اسمها جي. فلما يقول لي اف يبقى انا اعوض في الاف، لما يقول لي جي يبقى انا اعوض في الجي. يعني هنا قال لي اف جذر 2، يبقى انا هبص على دي واشيل كل اكس على الدالة اف، واشيل كل اكس واحط مكانها جذر 2. يبقى انا هقول كده اكس اس 2، يبقى اكتب جذر 2 الكل اس 2 ناقص 3 في جذر 2. احنا بنعوض هنا لسه هنكمل. جذر 2 اس 2 اللي هو 2 ناقص 3 في جذر 2 3 جذر 2. يبقى دي كده اف جذر 2. طب نكمل الكلام لسه. هو عايز 3 جي جذر 2. طب تعالى كده نكمل 3 جي جذر 2. طب نشوف بيساوي التلاتة دي هتنزل، التلاتة دي هتنزل هنا اهي، جي جذر 2 الجي اهي، يبقى انا هشيل كل اكس واحط مكانها جذر 2. طيب يبقى هنفتح قوس كده اهو عشان ابدا اعوض في الجي بقى. حط مكان الاكس جذر 2، يبقى جذر 2 ناقص 3. طب لسه ما خلصناش، التلاتة دي مضروبة في القوس يعني حد في مقدار، يبقى هضرب التلاتة في الجذر 2 والتلاتة في التلاتة. طب تعالى نضرب 3 في جذر 2 3 جذر 2 موجب في سالب بسالب، 3 في 3 ب9. كده انا جبت الطلبين اللي هو عايزهم. اف جذر 2 اهي، 3 جي جذر 2 اهي. هو عايز ما بينهم ايه، جمع ولا طرح؟ عايز جمع، يبقى اجمع. تعالى نجمع. اف جذر 2 اهي 2 ناقص 3 جذر 2 زائد 3 جي جذر 2 اهي، يبقى هنا 3 جذر 2 ناقص 9. بص بقى، 3 جذر 2 و3 جذر 2 مرة بالسالب ومرة بالموجب يروحوا مع بعض، يبقى عندي 2 ناقص 9 يطلع سالب 7. يبقى الناتج النهائي سالب 7. سؤال تاني أخير على الدرس، سؤال سهل جدا ومتكرر. قال لك إكس بتساوي 1 2 3 5، واي تساوي 3 4 5 6 7 8 10. دي 10 اهي، 10 فوق اهي. وكانت اف اكس لواي دالة، اف اكس الى واي دالة حيث اف اكس تساوي اكس زائد 3. السؤال اوجد صور عناصر اكس بالدالة اف موضحة للمجال، اوجد الدالة في صورة جدول ومثلها بيانيا. لو تفتكر درس العلاقات هو نفس طريقة الحل بالظبط في المسألة دي. بص هنكمل هنعمل ايه. هنبدأ خطوة خطوة. هو قال مديني اكس ومديني واي ومديني قاعدة الدالة. خلاص بص هنعمل ايه. همسك دي رقم رقم، يعني هكتب كده اف واحد بتساوي، هشيل كل اكس هنا واحط مكانها واحد، يبقى 1 زائد 3 يبقى بيساوي كام؟ 4.
طب هل الأربعة موجودة هنا؟ أيوة موجودة هنا. يبقى أول زوج مرتب 1 و4، وتكتب الإكس الأول خد بالك، والواي بعد كده. طب تاني حاجة 2، F2 تعال نشوف، هيبقى 2 زائد 3. شيل الإكس وحط مكانها 2 واجمع عليها 3 يطلع كام؟ 5. هل الخمسة موجودة هنا؟ موجودة هنا أهي. يبقى تاني زوج 2 و5. طيب F3 الرقم التالت أهو، هيبقى 3 زائد 3 بيساوي 6. هل الستة موجودة هنا؟ موجودة. يبقى 3 و6. طيب بعد كده F5 آخر حاجة، اللي هي عبارة عن إيه بقى؟ 5 زائد 3. هل اللي يطلع كام؟ يطلع 8. هل التمانية موجودة هنا؟ أيوة موجودة هنا. يبقى آخر حاجة 5 و8. اللي مش فاهم الحتة الأخيرة دي، أنا بكتب الرقم ده الأول والناتج بعد كده. الرقم ده الأول أهو والناتج كده أهو. طيب كده أقول له إذن عناصر الدالة تبقى كده، أقول له الإف كده هنا بتساوي، ونكتب بقى كده، نكتب زوج زوج 1 و4، 2 و5، 3 و6، 5 و8. طيب هو عايز كده المجال، خلاص جبناه. المجال مين بقى هنا؟ المجال هو اكس دي كلها. المجال بتاعك اللي هو او الارقام دي 1 2 3 5. طيب لو سألك على المدى قول له المدى 4 5 6 8. طيب هو عايز صور الدالة في جدول، سهلة جدا. اعمل ده جدول كده اهو. هتكتب هنا اكس، اكتب هنا اف اكس او واي، هنا 1 2 3 1 2 3 5، وهنا هيبقى 4 والاتنين معاها 5 والتلاتة معاها 6 والخمسة معاها 8. آخر حاجة عايز الرسم البياني، سهل جدا. هنعمل كده ونعمل كده، هنا 0 1 2 3 4 5 6، وهنا 1 2 3 4 5 6 7. طبعا المفروض نرسم بالمسطرة بس يعني عشان بس نخلص. أول حاجة اكس ب1، يبقى هنا 1 أهو، من 1 والواي بكام؟ ب4. يبقى من 1 ومن عند ال1 أطلع لحد ال4. من عند ال1 من هنا اطلع لل4، مش من هنا، مش 0. تاني حاجة 2 و5، يبقى هقف عند الأرض 2 وأطلع لحد ال5 كده. طب آخر حاجة 3 و6، 3 أهي نطلع لحد ال6 جنب ال8 كده. طبعا المفروض يبقى الجدول بعيد شوية. آخر حاجة 5 و8، عند ال5 كده أهي أطلع لحد ال8 كده، وتبقى خلصت المسألة على كده.